السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا. النهارده هنتكلم عن رجل برج الميزان وازاي تتاكدي ان هو بيحبك فعلا فعلا من غير هزار. النهارده بقى هنتكلم عن الكاريزما، عن الحضور، عن الرومانسيه، عن الدبلوماسي، عن الذكي جدا جدا جدا، وهنفضحه. فيلا بينا نبدا باربع علامات بتدل فعلا ان هو بيحبك ومش كلامه خلاص. يلا بينا نبدا حلقه النهارده. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك، عن غيرك، عن البرج اللي انت مهتم بيه، تطور من نفسك دايما وتدي امل لنفسك ان اللي جاي احسن ان شاء الله، وانت تقدر تعمل اي حاجه. اشترك في القناه لو عجبتك القناه بتاعتنا وكنت جديد تتفرج علينا، ودوس لايك للفيديو لو كنت ميزان او لو عجبك الفيديو. اول نقطه معانا بتاكد لك فعلا ان راجل برج الميزان بيحبك مش كلام وخلاص، ان اي حاجه هتعمليها هينبهر بيها، اي حاجه هتلبسيها هيقولك عليها الله حلوه. على فكره هو مش منافق قليل الكلام، بس هو دايما هيشوفك حلوه فعايز يعبر لك انك حلوه، لان هو دايما بيبقى على وضعه ايا كان ظروفه، معاه فلوس معهوش فلوس، يقدر يعمل ما يقدرش يعمل، ظروفه صعبه ظروفه حلوه، هو دايما بيبقى على وضعه ودايما بيحب الجمال ودايما بيحب اللي قدامه اللي هو معجب بيه او بيحبه، بيحب دايما يشجعه ويديله انرجي حلو. فدايما هيقول لك على فكره شوز حلوه قوي، على فكره انت شعرك جميل قوي النهارده. اي حاجه هتعمليها، حتى لو انت مثلا نزلتي اي بوست مثلا يقول لك واو لا دماغك حلوه قوي، لا ده صح جدا، لا انا معاكي في النقطه دي. فهتلاقيه دايما بينبهر باي حاجه تعمليها، اي حاجه. النقطه اللي بعد كده علشان ما نطولش عليكم وكمان ما تزهقوش مننا، عيونه هتفضحه. من الابراج اللي عينيها بتفضحها زي برج الحمل طبعا، عيونه هتفضحه، هيبرق، هيبقى قاصد. لو هو بيحب هيبقى قاصد، وبعد كده هتلاقيه قطع، يعني هيبتدي يبرق ويبقى قاصد زي ما انا بعمل كده، وبعد كده لما انت برضو تقطع عليه وكده فتلاقيه بقى يبدا يقطع يبص ويرجع. هيبقى دايما مش مرتاح في المكان اللي انت بعيد عنه. يعني لو كنت ماشيه بعيد واقفه بعيد حاولي يقرب اكتر عشان يبص لك، لو انت اتحركتي هنا حاولي يقرب اكتر علشان يبص لك. فدايما هتلاقيه بيراقبك بعينيه وعيونه بتفضحه، عيونه بتتكلم، عيونه بتقول كل حاجه، مش محتاجه انك تعترفي له او تقولي له ما، هو عيونه دايما فاتحه. من الابراج اللي عيونها فاتحاها، ويمكن يعني الناس بتشوف ان لا ما هو برج الميزان انا عارفاه بيبص لي على طول، بس بصه عن بصه بتفرق. لازم تركزي في النقطه دي وخلي بالك ده راجل مش بنت، دي نقطة لازم تاخدي بالك منها. النقطة اللي بعد كده هيتعمد كل حاجة صدفة. يا ده احنا اتقابلنا، بصي اتقابلنا، يا دي صدفة، يا ده احنا بنحبوا اللون الاحمر مع بعض، لا دي صدفة دي بقى يا جماعة، لا دي هو اصلا هيبقى جامع عنك معلومات وبيحاول ان هو يتعمد كل حاجة صدفة. اقول لك يا ده احنا بنحبوا الفيلم ده، ايوه لا بقى مش كل حاجة بحبها انت تحبيها، وفي ايه بقى، او انت تقولي يا لهوي ازاي، طيب ايه انت بتحب الكزبره زي ايه ده، انت بتحب الكشري زي ايه، فانت هتستغرب ماله بقى هو دبلوماسي معاكي، هو جمع عنك معلومات انت ما تعرفهاش، هو عارف كل حاجه عنك، وانت هتفضلي تقولي يا على الصدفه، هو ايه ده يا رب، في اكيد في حاجه، لا ده ربنا بعته ليا ده، ولا ايه الشخص اللي هو بيحب كل حاجه يعني شبهي ده. هو دايما هيبقى متعمد كده يلفت انتباهك كده، يقول لك يا على فكره، يختلف معاكي بقى في نقطه بسيطه قوي ويقول لك بس لا بس انت في نقطه ممكن تطلعي صح على فكره، بس لا انا مختلف معاكي، وبعد كده يروح جاي ايه، يروح راجع تاني مع مرور الايام وبتاع، ايه ده انت بتحبي زي الجيلاتي الايس كريم فراوله، يا ده انا بحبه جدا. هتلاقيه دايما بيتعمد الصدفه معاكي في كل حاجه، ودي يمكن حيل بيعملها راجل برج الميزان. النقطه الاخيره هيبقى دايما حساس جدا من ناحيتك، اي حاجه انت بتعمليها هيخاف يجرح مشاعرك جدا، لان هو حساس قوي، يبقى حساس ان هو بيقول كلمه بس برضه بياخد باله، هو بيعمل حركه بس برضه بياخد باله، هو جريء بس
برضو بياخد باله. هو بيحب الحرية بس برضو بياخد باله، لازم يعمل كنترول على حركاته وعلى يعني لمساته، لازم ياخد باله، لازم يبقى حساس جدا من ناحيتك علشان انت ما تتضايقيش، علشان هو دايما بيشوفك صدفة، لان هو اللي بيحب، هو اللي معجب، فهو دايما بيبقى حساس من ناحيتك. لو قالك كلمة في الشات، لو قالك كلمة ضايقتك، لو عرفك عن معلومة عنه فانت لا، هيبقى حساس من ناحيتك وهيحافظ على دوت، هيحاول دايما يخلي باله من كلامه. ودي يعني نقطة انا بعتبرها نقطة برضو مهمة جدا جدا. 4 نقط ممكن انت تشوفيهم عادي، ولكن لا، دول عند الميزان حب ورجل برج الميزان بالذات. طبعا اوعى تردد في لحظة انك تسألني تحت في الكومنتات، او اوعى تتردد في لحظة انك تحتاج مني اي مساعدة. انا ان شاء الله هحاول اساعدك باي طريقة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. ان شاء الله نحاول نفرحكم دايما، وتأكدي دايما ان رجل برج الميزان بيحبك لو عمل نقطة او نقطتين، ويا سلام لو عمل 3 أو 4 من اللي احنا قلناه. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديدة.